ليه الرجاله بيبصوا لي دايما نظره شهوانيه؟ ده سؤال متكرر جدا، وانا هنا لا اقصد نظره شهوانيه مره وانت ماشيه في الشارع واحد عكسك، واحد قليل الادب ما ترباش بيحاول يوصل معاكي لحاجه وانت بتصديه، لا انا بتكلم على مرحله من حياتك، سنه 2، كل الناس اللي بتقابليهم ما فيهمش واحد بس بيفكر فيكي بشكل جدي او بشكل محترم، اللي متجوز واللي غير متجوز، كل طوائف الشعب بتبص ليكي بالطريقه دي، حتى على الاذرز بتاعك في الفيسبوك في الانستجرام كلها رسائل جنسيه. طيب في البدايه خليكي عارفه كويس قوي ان طاقه الحب عند الراجل تختلف عن طاقه الشهوه، وبالتالي ممكن الاتنين يبقوا مع بعض، ولكن الراجل لما بيحب اول حاجه بتتشعل جواه الرغبه في حمايه هذه المراه. ولذلك كتير تسالوني يعني ايه حب؟ اقول لك مسؤوليه. الراجل ده بيحب يساعدك، الراجل ده لما بتتعبي بيسأل عليكي، الراجل ده بيخاف عليكي يقولك تعالي كده وروحي كده عشان في راجل هنا كان ممكن يخبطك ولا يخبط دراعك. دي اول حاجه بتتحرك جوه الراجل لما يحب، مش الشهوه. طيب انا قلت قبل كده في فيديو، والفيديو ده علقتولي عليه كتير لما قلت مادام حد بينظر لك هذه النظره يبقى انت حلوه، ده اكيد، بس لقيت ان البنات ما فهموش الرساله برضه، فحبيت اوضحها جدا دلوقتي. اوعي تعفي نفسك من المسؤوليه، مش عشان بتلبسي كويس تبقي فاكره ان انت كده مش هتجذبي نفس الناس، لا في احكام دلوقتي. انا بكلمك من ام لبنتها، من اخت لاختها، بقول لك بمنتهى البساطه احنا عشان نجذب هؤلاء النوعيه السيئه من الرجاله في حاجه جوه هنا مش مظبطه. يعني ايه؟ في رسائل بتتبعت للناس دي انا عايزه اهتمامك، فالرسالة دي لما بتوصل أسرع حاجة في الشخص بتتحرك هي الشهوة، وبالتالي اللي بيظهر منه الشهوة. ولما بتلاقي الشهوة دي عشان تتأكدي ان انا كلامي صح، هتلاقيكي عمالة تقولي طب ممكن تتحول لحب ولا لا. مش هتفكري ابدا ان الشخص ده مش محترم، لا انت جعانة عاطفيا. فلما تلاقي النمط ده بيتكرر معاكي كتير اعرفي انه الراجل ده مش محترم، انت حلوة، بس في سبب ثالث مهم جدا، ان انت جعانه عاطفيا، في رسائل بتتبعت لهم. انا لما بشوف بنت بتقول لي كده انا بحس بطاقتها، ببقى عارفه كويس ليه مفيش ثقه في نفسها. اسالي نفسك اخر علاقه انت مريتي بيها كانت عامله ازاي؟ مش خدتي على قفاكي وطلعتي عماله تقولي والله انا نفسي حد يعوضني، انا نفسي حد يعملني؟ دي طاقه احتياج، مش حابه نفسك كفايه، مش كامله لوحدك، محتاجه دايما حاجه تكملك. كل تصرفاتك، حركاتك، عيونك بتوصل رسالة أنا محتاجة راجل، وأنا محتاجة راجل دي تساوي انبعاث لشهوة جنسية سريعة جدا عند الرجل. فلذلك هتلاقي الطماعين فيكي كتير. اغني نفسك، انا مش عايزة حد يقول لي انت جميلة، انا مش عايزة حد يحبني، انا حابة نفسي. غذي ثقتك بنفسك، هتلاقي ان الرجالة بقى بتبصلك النظرة المحترمة اللي انت بتبصيها لنفسك، نظرة الكمال اللي انت بتبصيها لنفسك. وربنا يرزقكم يا رب بالحب الصادق.